وبركاته من قناة شبكة السلام الإعلامية. نلتقي مجددا، وفي بدء هذا اللقاء يسرنا ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، حياه الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، ضمن القضايا التي نتطرق إليها قضية هامة تؤرق كثيرا من الناس، وذلك أن موضوع الهوية أمر يهم الفرد ويهم المجتمع. وهذه الهوية لا شك أنها لها منطلقات وجذور، سواء تكون ما يتعلق بقيم الإنسان ودينه وثقافته وتراثه، وكذلك لغته، مجموعة من العوامل التي تؤثر في تكوين الهوية. حول موضوع الهوية والجيل الثاني في الشتات، كيف نحمي الإريتري من الذوبان، يكون محور النقاش هذا اللقاء بحول الله تعالى. في بداية حديثنا لعله كمدخل أن نتعرف من فضيلة الضيف الدكتور حسن عن هذه البلاد، بلادنا إريتريا. من أين حقيقة تنبع هذه الاسم، ومن أين كذلك يكون الإنسان أن يقول هذه البلد بهذا المسمى؟ كذلك لعلنا نلقي الضوء على اسم الحبشة ومدى ارتباطه بإريتريا، وكذلك ضمن هذا السياق قضية العروبة والإسلام والأفريقية. كل هذه مما يحسن أن يكون محور الحديث في بداية اللقاء، فتفضلوا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسمى إريتريا كدولة الآن بهذا المسمى أخذت من الاسم التاريخي القديم، الاسم اليوناني، اللي هو كان اليونانيون يطلقون اسم سينيوس إريتريوس على البحر الأحمر، وأخذت اسم إريتريا من هذا المسمى. لكن تاريخيا خاصة في ثقافتنا العربية والإسلامية، فإن هذه المنطقة كانت تعرف أو جزء من بلاد الحبشة، كانت جزءا من بلاد الحبشة. والحبشة حقيقة تتسع كذلك لأكثر من موطن، يعني ليست اليوم يمكن اختزال مسمى الحبشة التاريخي في دولة واحدة، مثلا كما يتوقع البعض بأنه والله هي فقط إثيوبيا أو هي فقط إريتريا، ولكن كانت تتمدد كحال الإمبراطوريات عموما، تتسع أحيانا لتشمل غالب مناطق ودول القرن الأفريقي، وتتوسع أحيانا لتشمل بعض الأجزاء أيضا في الأراضي السودانية. لكن يقينا الدولة الإريترية الحالية بهذا المسمى الحديث تاريخيا كانت جزء من الأراضي الحبشية، وعلى الأقل في النطاق الأضيق جدا، يعني لو اعتبرنا شمال إثيوبيا وإريتريا كلها الحالية كانت تخضع للدولة الحبشية اللي هي دولة أكسوم المعروفة تاريخيا. وبالتالي الاسم التاريخي لها هو فعلا جزء من أرض الحبشة، ولكن بعد ذلك كانت تختلف المسميات، هذا من حيث المسمى والخلفية. الاسم أخذ بعده الحقيقي الآن، كلمة إريتريا أخذت هذا المسمى من الاسم اليوناني، ولكن أطلق الإيطاليون باعتبار أيضا الثقافة الغربية كانت هي التي يرتكزون عليها، أخذوا هذا الاسم من الوثائق اليونانية وأطلقوها على مستعمرتهم، المستعمرة التي حاول أن يؤسسها الإيطاليون في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وشكلوا هذه المستعمرة وأطلقوا عليها اسم إريتريا، واعتبروها جزءا من الأراضي، لأنه كل الدول التي كانت تحتل البلدان كان تحاول أن تجعل المستعمرات جزء من امتداد الدولة. فكانت فرنسا مثلا تنظر إلى الجزائر باعتبارها جزء منها، وإيطاليا كذلك كانت تنظر إلى أن إريتريا جزء من مستعمراتها. وبالتالي الدولة الإريترية الحديثة بهذه الجغرافيا التي نعرفها الآن عرفت مع المستعمر الإيطالي، ثم بعد ذلك امتد الاستعمار البريطاني، وهكذا على كل تشكلت الدولة الإريترية.
من حيث الأديان، هذه الدولة عرفت الديانة المسيحية وكذلك عرفت الإسلام منذ ميلاده، يعني منذ السنة الخامسة في الهجرة أو السنة الرابعة في الهجرة في المراحل المكية تقريبا. كانت هجرات الصحابة رضوان الله عليهم عندما ضاق بهم الحال في مكة وآذتهم وعذبتهم قريش كثيرا، فر كثير منهم بدينه وهاجر إلى أرض الحبشة. وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وعلى كل، بغض النظر عن المناطق التي دخلوا بها، لكن من الروايات اللي ربما هي الأقرب للدقة أن الدخول كان عن طريق ميناء مصوع، اللي هو الذي يمثل الآن الميناء الإريتري. وهنالك على كل بعض الآثار التي تدل على هذا الموضوع. ثم بعد ذلك توقلوا إلى الداخل وصولا إلى المنطقة التي كان يقيم فيها النجاشي مملكته وعاصمته. وربما تقع هذه المنطقة تحديدا اليوم في مناطق التجراي، في إقليم التجراي في شمال إثيوبيا. وبالتالي المكونات الدينية لإريتريا عرفت المسيحية وعرفت الإسلام. ربما موضوع اليهودية لم تعرفه إريتريا بجغرافيتها الحالية، ولكن قد تكون عرفته مناطق شمال إثيوبيا، مناطق التجراي، وبعض المناطق الإثيوبية الأخرى عرفت اليهودية. لكن بالنسبة لإريتريا حسب علمي كأديان على الأقل قد لا تكون هنالك على كل آثار قوية تدل على وجود يهودية في هذه المنطقة. من حيث الأعراق والقوميات، فإن الخريطة الإريترية الراهنة تتشكل الأعراق فيها من الأعراق الأفريقية اللي هو السمراء كما يقولون، فيها مكونات إفريقية مثل البازا ومثل الإيليت، هذه مجموعات إفريقية ذات امتداد إفريقي. وهنالك مجموعات تمتد كذلك إلى الأصول الكوشية اللي هي جنوب مصر وشمال السودان. وهنالك أعراق تمتد إلى الأصول السامية كذلك التي وفدت من أرض الجزيرة العربية، سواء كانت جنوب الجزيرة أو شمال الجزيرة العربية. فهنالك قبائل وفدت من اليمن وهنالك قبائل وفدت من الحجاز. على كل، هذه الخلطة هي التي تشكل اليوم تقريبا المكونات الإريترية بقبائلها المختلفة. وبالتالي يمكن أن تجد من يقول لك ينتسب إلى الأفريقانية، ممكن تجد من ينتسب إلى القبائل أصول الحامية، ممكن تجد القبائل تنتسب إلى الأصول السامية، لأن كل هؤلاء يشكلون على كل الخريطة الإريترية الراهنة. وبالتالي يمكن أن تجد هنالك من ينتسب إلى العروبة نسبا ولسانا، ويمكن هنالك أن تجد من ينتسب إلى الأفريقانية كذلك. ولذلك كان أحد الكتاب الراحلين رحمهم الله كان يقول في النهاية: الإريتري الذي يسكن الآن على الجغرافيا الإريترية هو الإريتري الذي ينسب إلى هذه الأرض، سواء كانوا عربا تأفرقوا أو أفارقة تعربوا، المهم هم في النهاية الآن يمثلون الحالة الإريترية. هذه باختصار موضوع إريتريا بثقافتها وأديانها وخلفياتها على كل الهويات. بارك الله فيكم على هذا الاستهلال وهذا الإيضاح. قضية العروبة وقضية الإسلام وما إلى ذلك، ونعلم يعني حقيقة إريتريا في مراحل مختلفة من تاريخنا الإسلامي كانت ما يسمى بدول الطراز الإسلامي. أيضا حقيقة مملكة سنار معروفة كانت أيضا الخارطة. يمكن لو أطللتم الضوء على هذه المسألة فضيلة الشيخ. جميل. على كل، هي موضوع الساحل هذا بدءا من الصومال أو حتى الأطراف الكينية إلى أن تصل مناطق السواكن على السواحل السودانية، كانت هنالك على كل دويلات أو مجموعات تشكل إمارات إسلامية تصل ربما إلى 7 إمارات إسلامية. كان بعض هذه الإمارات في الدولة الإريترية، كان بعض هذه الإمارات في الدولة الإريترية الحالية اللي هو كانت ضمن حدود. فأحيانا كانت شكل إمارات مستقلة. نعم. وأحيانا إذا قويت الدولة الإسلامية المركزية تكون المنطقة كلها تسمى ولاية الحبشة، فتدخل إريتريا ضمن هذه الولاية. والولاية أحيانا كانت تمتد مثلا من سواكن إلى أن تصل مثلا إلى مدغشقر. هذه كلها كان يطلق عليها عند الدولة العثمانية مثلا كانت يطلق عليها ولاية الحبشة. أحيانا يحصل أيضا أنه والله تتبع هذه المنطقة تحديدا منطقة إريتريا
وبعض الأقاليم فيها تتبع إلى ولاية الحجاز، كانت تتبع ولاية الحجاز. ويمكن أن نعود بالتاريخ في ولاية الحجاز تحديدا أكثر من مرة. يعني ولاية الحجاز تبعتها من الدولة العباسية، كان في تبعية على كل لموضوع ولاية الحجاز، لكن آخر تبعية لها تقريبا كانت عندما انسحبت الدولة العثمانية وتقدمت الدولة المصرية، وكان في النهاية الدولة المصرية نفسها هي جزء عموما من السلطان العثمانيين، لكن كان لها شيء من الاستقلالية تحت السلطان العثماني. فمنحت ولاية تحديدا منطقة إريتريا سلمت للمصريين في مقابل أن تدفع الحكومة المصرية ميزانية الحجاز. فأحيانا تتبع مصر وأحيانا تتبع الحجاز. وفي بعض المناطق أيضا من إريتريا كانت ترتبط مثلا بالولايات البيجاوية، كان تقوم ممالك بيجاوية فتتبع بعض أقاليم إريتريا، خاصة المحافظات الإريترية تتبع إلى المناطق البيجاوية والممالك البيجاوية. بعضها كذلك، وده أيضا محافظات تحديدا، لأنه الهضبة الإريترية تحديدا الأقاليم الثلاث غالبا المكون المسيحي فيها لم يكن أصلا يخضع لا إلى الدولة السنارية ولا كان دائما مع الدولة المركزية في الحبشة أو إمبراطورية الحبشة. لكن المحافظات أحيانا كانت تتبع كما تفضلت إلى الدولة السنارية وتأخذ أو تتبع لسلطانها هناك وتدفع أموالها وغيرها من الحقوق على كانت تدفع فيها. فهي على كل الحالة كانت متحركة ما قبل مجيء الإيطاليين، كانت الحالة متحركة. وآخر وجود قبل الإيطاليين هو كان الوجود المصري، كان الوجود المصري هو الذي يحكم نيابة عن الدولة العثمانية ويقوم بحماية وحراسة هذه المنطقة. بارك الله فيكم. الحقيقة هناك أيضا محور حديث حول ما يتعلق بقضية المواطن وقضية من نقول هو الآن إريتري له حق الهوية وحق المواطنة. هل هذا الإنسان يعني الذي هو عاش في إريتريا وتربى وترعرع في ربوعها المختلفة، وبحكم أيضا يعني إريتريا النزوح واللجوء كان حاضر في مختلف مراحلها، هناك أيضا من له يعني وجود خارجي، سواء يكون باقي في الخارج أو ربما أيضا عاد من ولد في الخارج وعاد. يعني حكاية من هو المواطن الإريتري الذي يستحق الهوية هذه والمسمى هذا، يعني لو أجليتم لنا أيضا. هو سؤال الهوية حقيقة اليوم من أصعب الأسئلة، خصوصا في حالة مثل الحالة الإريترية. والسبب في ذلك بأن هنالك أعداد كبيرة جدا من الإريتريين لا يحملون الوثيقة الإريترية. هو قد يكون ولد في إريتريا وينتسب إلى إريتريا ومن أصول إريتريا وكل شيء، لكنه من الناحية القانونية اليوم هو لا يعد عند الدولة الإريترية أحد مواطنيها باعتبار يحمل وثائق غير وثائق الإريترية. فعندك الهوية القانونية، هذه إشكالية يعني. عندك الهوية القانون، من هو الذي يطلق؟ يعني حاليا عند الدولة الإريترية مثلا كل من يحمل الوثيقة الإريترية سواء كان جنسية أو بطاقة أو جواز، هذا من ناحية قانونية يعتبر هو إيه؟ هو الإريتري. طيب، لكن هنالك أعداد كبيرة جدا من الإريتريين لم يحصلوا على هذا لاعتبارات كثيرة، سواء كان لاعتبار أنه هو معارض من المعارضة الإريترية ولم يدخل أصلا في السيستم بتاعت الإجراءات القانونية بتاعت حمل الوثائق الإريترية، وإما أنهم في مخيمات اللاجئين كذلك أيضا لم يحصلوا على هذه الوثائق. فأنت أمام على كل هوية أو مجموعات تنتسب إلى إريتريا بأصولها وقبائلها ومكوناتها وتاريخها، ولهم أرضهم ولهم خلفياتهم في إريتريا، ولكنهم اليوم لم يحملوا الوثائق الإريترية. فهذا على كل لا تستطيع أن تنزع منه وصف الإريتري باعتبار هو في النهاية لاعتبارات سياسية منع من الحق القانوني أو لم تتيسر له الهوية القانونية، ولكنه في النهاية أيضا إريتري. فأنت إذن عندك المستوى الأول هو حاليا من يحمل الوثائق الإريترية تماما ويتحركون في العالم باعتبارهم يحملون الجواز الإريتري. المجموعة الثانية هنالك من لم يحملوا الوثائق الإريترية من الناحية القانونية، ولكنهم إريتريون بطبيعة الحال، منعتهم اعتبارات السياسة من الهوية الإريترية. النوع الثالث، وهذا أيضا يمكن أن يدخل، هو كثير من الذين ولدوا مثلا في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا ولم
حملوا وثائق البلدان الأخرى، ولكن لم يتيسر لهم كذلك أن يحملوا الوثائق الإريترية، وهم يعرفون أنهم من إريتريا وأنهم إيه. فهؤلاء أيضا صنف ثالث. هذا بطبيعة الحال قد يكون وضعه أيسر. هذا الذي ولد إذا ثبت بأنه له أم أو أب يحمل الوثائق الإريترية، سهل جدا أن أبنائهم يحصلون على الوثيقة الإريترية. لكن تبقى المجموعة الوسط هي التي ربما حولها إشكالات للاعتبارات السياسية. فالخلاصة كل هؤلاء نستطيع أن نقول بأنهم يدخلون في مسمى أنهم إريتريون وينتسبون إلى هذا البلد، سواء حملوا وثائقهم من الناحية القانونية أو لم يحملوا الوثائق لاعتبارات الاعتبارات السياسية، أو لم يحملوا الوثائق أيضا لاعتبارات الأوطان البديلة وحملهم لوثائق وجوازات تقريبا الدول الأخرى. بارك الله فيكم. حقيقة موضوع الانتماء وموضوع الأجيال التي يعني تعاقبت خارج الوطن يعني قضية يحصل فيها تباين الآن من حيث حقيقة الشعور بالوطنية والشعور بالهوية، نظرا حقيقة للبعد والنشأة المترامية السنين خارج الوطن. يعني حقيقة من عاش الثورة وعاش الاستقلال ونشأ في أريتريا بمختلف يعني مدنها حاضر موضوع أريتريا وحبها والانتماء إليها وكذا. لكن يعني الآن المسألة التي تؤرق ربما يعني الأريتريين عامة وخاصة الكبار، هذه الأجيال التي يعني نشأت في الخارج بعيدا، يعني وقد تكون يعني جيل وراء جيل، ربما يعني أكثر من جيل يعني في هذا الصدد. هذه القضية كيف يمكن يعني أن نطرقها وننظر لمخرجات المعالجة فيها فضيلة الشيخ؟ هو خلينا نقول أول الموضوع الإنسان سبحان الله منذ أن وجد على هذه الأرض صعب جدا أنك تحبسه في جغرافيا بعينها مهما كانت هذه الجغرافيا. فالإنسان بطبيعته منتقل ومرتحل دائما، ويبحث عن المواطن التي يستقر فيها. صحيح بعد نشأة الدولة القطرية الحديثة حرص الناس على إخراج الوثائق والالتزامات على كلنا القانونية ببلد معين، ولكن تبقى في نهاية المطاف أيضا ظواهر الانتقال والهجرة والبلدان الحديثة والانتقال من بلد إلى بلد. تظل هذه على كل كحالة إنسانية يخضع لها تقريبا المكونات البشرية كلها، والشعب الإريتري كغيره من الشعوب يخضع لهذه الحالة. ولكن يبقى قضية الانتماء والارتباط بأرض فيها أهل وفيها أقرباء وفيها كذلك انتماءك الأساسي على الأقل من الناحية الوطنية، تبقى هذه تتوقف على جملة من الأشياء. لا نستطيع أن نقول بأن كل من انتسب إلى بلد ما فهو يواليه وهو ينتسب إليه وهو ينتمي إليه، لأن عملية الولاء والانتماء هي عملية كما يقولون فيها مدخلات وفيها مخرجات. فيها مدخلات بمعنى أنه والله ما الذي يجده الإنسان من هذا الوطن؟ ما الذي يجده الإنسان من هذا الوطن؟ هل والله هذا الوطن يشكل له فعلا منطقة أمان، يشكل له حالة انتماء، يشكل له حالة هوية، يشكل له امتداد نسبي، يشكل له ذاكرة تاريخية معينة. كل هذه القضايا يجب أن تكون حاضرة عندما نتكلم عن قضية الانتماء. هل والله هذا الوطن فيه جاذبية؟ إن الوطن جاذب لأبنائه أم هذا الوطن طارد لأبنائه؟ يعني مهما حاولنا أن نتكلم بشكل رومانسي عن قضية الأوطان، لكن تبقى في نهاية المطاف قضية الانتماء على وجه التحديد والولاء الوطني يرتبط بصورة أو أخرى لهذا النوع من المدخلات. فالوطن الذي والله يريد أن يأخذ منك كل شيء، يأخذ منك كل شيء ولكنه لا يعطيك شيئا، هذا مهما حاولت أن تظهر الانتماء له يبقى في نهاية المطاف هذا الانتماء انتماء متكلف، ليس انتماء فعلا متجذرا وقويا فلا بد أن نتصور بهم. ثم أيضا موضوع المخرجات، أنت هنالك مدخلات وهنالك مخرجات. المخرجات أنه كلما أعطاك هذا الوطن كلما أنت أيضا بادلته العطاء. العطاء متبادل وليس عطاء من طرف واحد، يعني أنت في نهاية المطاف لا تعطي فقط، وهذه بنية الإنسان وطبيعته هكذا أنه يأخذ ويعطي. للأسف الشديد الحالة في إريتريا قد تكون بنسبة كبيرة جدا صارت حالة طاردة، صارت حالة ليست جاذبة. فأنت مثلا منذ الاستقلال أخذت الناس 8 سنوات، انفجرت الحرب الأثيوبية الإريترية، ثم أخذت أيضا سنوات من الحصار
هذه سنوات الحصار كلها، بدل كان الناس تتوقع أنه والله يعود المهاجر أو اللاجئ الذي يتواجد في مخيمات اللاجئين في السودان أو في إثيوبيا أو في اليمن، بدل أن يعود هؤلاء إلى أرضهم، إذا بنا نفاجأ بهجرة معاكسة، وهو خروج أعداد كبيرة جدا من داخل إريتريا إلى خارجها. وهؤلاء يحملون أخبار ليس سارة، يحملون أخبار التجنيد الإجباري وأخبار السجون والمعتقلات وأخبار الاعتقالات وأخبار الصمت والتعذيب، يعني في أشياء كثيرة جدا تحمل. هذه القضايا تشكل بالنسبة للذين هم في الخارج، المجموعات اللي تكلمت عنها، قضية والله الجيل الذي ولد في الغربة، تشكل لهم ذاكرة ليس إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، منارة الجنوب. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. المشاهدون والمشاهدات الكرام، نعود إليكم مجددا بعد هذا الفاصل، والحديث يدور
حول حقيقة دور يعني دور الأسر في قرص الهوية، وكيف يمكن أن يعني يكون هنالك مجاهدات لبناء هذه الهوية، رغم يعني كما تفضل فضيلة الدكتور الصعوبات التي ربما تواجه الإنسان فيما هو فيه داخل أريتريا له مختلف الجوانب التي ربما لم يكن يعهدها أو يسمعها يعني في الخارج في وضعه الذي هو في المهجر. فأهمية هذا الأمر حقيقة مطلوبة، خاصة لمن متاح له يعني أن يجدد صلة الهوية أو أيضا يبني في الجيل الناشئ يعني وربط. هو الإسلام علمني ورباني على الأخلاق، حياتي كلها قيم ودربي كامل الإشراق. هو الإسلام علمني ورباني على الأخلاق، حياتي كلها قيم ودربي كامل الإشراق. هو الإسلام هو الإسلام. كريم طيب الأنفاس وفي للوفا نبراس، زرعت الحب في قلبي ومن قلبي أحب الناس، ومن قلبي أحب الناس. كريم طيب الأنفاس وفي للوفا نبراس، زرعت الحب في قلبي ومن قلبي أحب الناس، ومن قلبي أحب الناس. أمين في معاملتي سخي والسخا سمتي، أمين في معاملتي سخي والسخا سمتي، وفي قولي وفي وفي فعلي وفي فعلي وفي قولي وفي فعلي وفي فعلي وفي قولي وفي فعلي، يغذي الصدق أوردتي يغذي الصدق أوردتي. هو الإسلام علمني ورباني على الأخلاق، حياتي كلها قيم ودربي كامل الإشراق. هو الإسلام علمني ورباني على الأخلاق، حياتي كلها قيم ودربي كامل الإشراق. هو الإسلام هو الإسلام. سموح دائما أبدا أنا لا أحمل الحقدا، بسيط باسم الروح بفعل الخير مجتهدا، بفعل الخير مجتهدا. سموح دائما أبدا أنا لا أحمل الحقدا، بسيط باسم الروح بفعل الخير مجتهدا، بفعل الخير مجتهدا. ومثلي إخوتي في الدين بالأخلاق مهتمين، ومثلي إخوتي في الدين بالأخلاق مهتمين، وحب دائم وسلام وحب دائم وسلام وحب دائم وسلام على كل الإريتريين على كل الإريتريين. هو الإسلام علمني
ورباني على الأخلاق. حياتي كلها قيم ودربي كامل الإشراق. هو الإسلام علمني ورباني على الأخلاق. حياتي كلها قيم ودربي كامل الإشراق. هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام. عسراي حديث أبز تفقري صورين حلال تراي موسان. أبو هريرة رضي الله عنه لأخنا الله كمزي إلهم يبل الله صبوق سلزخوني بزيكا صبوق كالا أيكبلنيو اتحيال قويتا كمزي إلو أو أنتم لأخات كابتي اتفقري مقبي بلعو صبوق صراحك أسرحو كمون أو أنتم زأمنكم كابتي زهابناكم صبوق ششاي بلعو نلؤخاتو زأززوم نقرات نأمنتون أزيزوهم إلو نجيرونا أخاتيلهم دما حارب هايمانوتو قداي نحج نجهد نستفلالي هايمانوتاو قداي بموقعز دخمة زتعابي جن زبولعو زستيو استخدنو كالئن كاب حرام زخوني نووح زتوقعزي صغرو تواتاتينو بدورونا استبلاشوي إيدو ناب سماي زرقحو أو غويتاي زبله سبأي قداي نقرونا قصيلهم إذا سبأي زي زبولعو مقبي حرام زستيو حرام زلوبوسو خدان حرام نفسه بحرام زهانصا كميلو صلوتو ويدعو تقبال النزركب بمبال نقرونا مسلم زمزقبو مسلمون دعاة سلام نهجنا حب ووئام نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. مسلمون دعاة سلام نهجنا حب ووئام نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. بلد العليا مجدك يحيى بلد العليا مجدك يحيى يا إرتريا. مسلمون بكل يقين إخوة وحدنا الدين. مسلمون بكل يقين إخوة وحدنا الدين. صفنا بالله متين صفنا بالله متين. دربنا درب بسام دربنا درب بسام. مسلمون دعاة سلام نهجنا حب ووئام نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. بلد العليا مجدك يحيى بلد العليا مجدك يحيى يا إرتريا. مسلمون وطنيون في العلا إرتيريون. مسلمون وطنيون في العلا إرتيريون. نعشق الوطن الميمون نعشق الوطن الميمون. نبتني فيه الأحلام نبتني فيه الأحلام. مسلمون دعاة سلام نهجنا حب ووئام نلتقي برحاب الله. ويا منارة الجنون المشاهدون المشاهدات الكرام، حقيقة نأسف لهذا الخلل الفني الطارئ ونواصل معكم موضوعنا.
كان الحديث يدور حول دور الأسرة في قضية بعث ويعني قضية تحريك الهوية، ومن خلال الأسر كيف يكون يعني برجوعها إلى الوطن، وبأيضا من نشأوا من أبنائها خارج الوطن كيف يمكن أن تكون هذه الأمور ضمن أدوار حقيقة معالجة قضية الهوية لدى الجيل الذي نشأ خارج يعني الوطن أريتريا. تفضل. نعم، أولا نحن أكدنا في ما قبل الفاصل على أن موضوع الهوية والانتماء هو موضوع متداخل ومتشابك، وفي نفس الوقت أيضا يخضع الآن لهويات مركبة. أنت اليوم لا تحمل هوية واحدة، عندك هوية وطنية، وعندك هوية دينية، وعندك هوية أممية، وعندك هوية كذلك في داخل الهوية الوطنية نفسها عندك مجموعة هويات. جزء منها متعلق جزء منها متعلق بالإقليم، جزء منها متعلق بالمنطقة، وهكذا. يعني أنت تحمل مجموعة هويات. الشخصيات السوية هي التي لا تحاول أن تصنع صراعات ما بين هذه الهويات، هي هويات تتكامل ولا تتعارض ولا تتضارب. يعني هذا الذي ينبغي أن يكون. أيضا عندما يخرج الإنسان من وطنه يحمل هوية جديدة. لا تنسى هنا قد تنشأ عندك هوية مزدوجة، فأنت تحمل من جانب هوية إريتريا لبلد آخر، في بلد آخر، عندما تهاجر إلى بلد آخر مثلا ستحمل هوية جديدة. ولكن البعض يتعامل مع هذه الهوية بأن والله الهوية الأصلية عنده هي وطن الأصل، الوطن الأم والأب كما يقولون، يعني هذا الوطن الأصلي، ولكنه يظل يتعامل مع الغربة بمفهوم مختلف. بعضهم يريد أن يندمج فيها اندماجا كليا، ويحاول حتى أن ينسى الوطن الأصلي، وهذه حالة على كل ليست طبيعية في الجيل الأول. يعني ممكن تكون في الجيل الثالث الجيل الرابع، لكن ليست سوية ولا طبيعية في الجيل الأول. الجيل الأول غالبا سيظل هو محتفظ بذاكرته، محتفظ بانتمائه، محتفظ بتواصله، محتفظ بتعاونه إلى غير ذلك من الأشياء. قد تخف في الجيل الثاني ولكنها لا تنعدم، لأن الوالد والوالدة ينقلون هذه المشاعر والذكريات إلى أبنائهم، فالأبناء يظل عندهم شيء من هذه الذاكرة الوطنية. لكن يمكن أن نعزز هذه الذاكرة الوطنية كما تفضلت، جزء منها بما تربي عليه الأبناء، تربيهم على لغة، أنت تورثهم لغتك مثلا، لا تتركهم فقط للغة التي اللغة البديلة الآن اللي ماشية مثلا بالبلدان الأوروبية، كل واحد ينشأ على لغة معينة. لا، الأسر التي تحاول أن تربي الانتماء تنقل اللغة المحلية، اللغة الأصلية، لغة الأم، تحاول أن تنقلها للأبناء. الأمر الثاني تنقل معها كذلك الذكريات التي تحملها. جميل. تحاول تربطهم بشكل أو آخر، أي شكل من أشكال الارتباط بالداخل الإريتري. جميل. سواء بالتواصل مع أقربائهم، مع أهلهم. يعني اليوم الحمد لله الوسائط صارت أيضا فيها، بالرغم من أن الوضع في إريتريا ليس على ما يرام فيما يتعلق بالتكنولوجيا، لكن برضو في مساحة لأنك أنت تتواصل، هذا مهم جدا. أيضا تربطهم بالجالية الإريترية نفسها اللي موجودة معك في البلد، حتى يتأكد عنده أنه والله أيضا في نفس البلد عنده انتماء للوطن الأصلي موجود كجالية هنا معه في أنت الآن في بريطانيا بس في جالية إريتريا، تربطه بالجالية، هذا مهم جدا. النقطة الرابعة، تحاول أيضا في العطل الرسمية أو في الإجازات أو في الأعياد، تحاول هذه الأسرة أيضا أن تربط أبنائها بالداخل، بحيث والله يذهبوا ويسافروا ويشاهدوا ما هو هذا الوطن الذي ينتسبون إليه، حتى تكون هنالك على كل رواء. والناس طبعا ليسوا سواء، أتكلم عن يعني كل الأطراف ستكون متساوية في هذا الموضوع. هنالك بعض الأطراف ليس عليها إشكالات أمنية ولن تجد مشكلة في الملاحقات، هؤلاء طبيعي جدا أنهم يذهبون ويرتبطون ويتواصلون. نعم. هذه كلها طرق، لأنه أيضا من الأشياء المهمة جدا أنه تحاول أيضا أن تحرص أن يملكوا وثائقهم الأصلية. نعم. هو صح يحمل اليوم كثير ممن هم في أوروبا، خصوصا إذا البلدان لا تمانع مثلا من حمل أكثر من وثيقة، وغالب البلدان الأوروبية ما عندها مشكلة في أنه بلدك الأصلي قد تحمل وثيقته مثلا. فعلى كل هذه أيضا من الأشياء التي تساعد في أنه الإنسان يظل مرتبط بولائه للوطن الذي ينتسب إليه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم على هذه الإطلاع وعلى هذا
حقيقة توضيح في الأمور التي تربط الأجيال بقضية البلد. الحقيقة هناك يعني يمكن يكون محور ما نختم به هذه الحلقة، أن هنالك يجب أن تكون هناك المجهودات حقيقة كلها متآزرة ومتكاملة في سبيل خلق يعني ما يعزز هذه الهوية ويجعلها حاضرة في مجتمعاتنا، يعني سواء تكون أدوار إعلامية أو كما أشرتم أدوار اجتماعية أيضا، أو كذلك يعني مؤسسات التعليم أيضا، يعني يجب يعني والمفكرين والأدباء كذلك يجب أن يكون هنالك يعني يمكن ما ينفع من التآليف ومن ربما القصص وغيرها وإحياء المناسبات كما تفضلتم. كل هذه حقيقة المجهودات بقدر ما تكون حية بقدر ما يعني إن شاء الله يعزز حضور يعني الهوية لدى الأجيال التي هي بأشد الحاجة أن تكون متصلة بما يربطها بالوطن. لعل يعني إضافة وإطلالة في هذه الجوانب وبها نختم إن شاء الله. الله يجزيك. هو موضوع الانتماء وتعزيز الانتماء كما ذكرت أنا ذكرت جملة من الحوادث، لكن من الأشياء المهمة جدا أيضا للشخص الذي يصل به الأمر إلى مستوى الانتماء الوطني الحقيقي أن يساهم حتى في الحياة العامة في البلد. يعني لا يكون شخصا معزولا فقط عن بلده وتبقى القصة بالزيارات لا، هذا بلد أنت جزءا منه، تؤثر فيه وتتأثر به، تؤثر في مستقبله، ويمكن أن تصنع مستقبل أفضل للبلد من خلال أيضا عملك ومن خلال وجودك حتى في البلدان الأخرى. فمثلا كثير من الناس الذين يعيشون في البلدان الديمقراطية والبلدان الحرة يساهموا بشكل كبير مثلا في محاولات الضغط على السلطات الظالمة والسلطات المستبدة مثلا في بلادهم. كثير من الجاليات، لا أتكلم فقط عن الجاليات، كثير من الجاليات في البلدان تساهم مساهمة فعالة من خلال تواجدها في المؤسسات الكبرى، سواء كانت مؤسسات أممية أو كانت حتى في المؤسسات القطرية في البلد الذي يعيش فيه. أيضا عندك قضية الانتماء السياسي، يعني يمكن للإنسان حتى وهو يعيش في بلد أجنبي، وأنا أعرف حقيقة عدد من القيادات عاشت في أوروبا لسنوات طويلة وتقدمت فيها، وصلت فيها إلى أنه صاروا أعضاء برلمان مثلا في دولة من الدول مثل السويد والنرويج والدنمارك وغيرها مثلا، ولكن ظلوا في نفس الوقت يحتفظون بعضويتهم في تنظيمات إريترية سياسية. هذا أيضا مما يعزز الانتماء، إنه أنا خلاص لست متخليا عن انتمائي، بل أنا مساهم من الناحية السياسية. أيضا هنالك بعض الأطراف لا تشتغل بالعمل السياسي ولكنها تظل مهمومة بالشأن العام. هنا لا أتكلم أن الناس كلها تتحول إلى سياسيين، لا، هنالك مثلا بعض الأطراف تهتم بالجوانب الحقوقية. جميل. الانتهاكات الحقوقية في البلد، فتؤسس مثلا جمعيات حقوقية وتتابع الملفات الحقوقية وتساهم كذلك في الإصلاح الحقوقي داخل هذا البلد. هنالك أيضا بعض الأطراف، وهذه أيضا حقيقة من خلال متابعاتي كنت ألاحظ بعض الأسر تجد سبحان الله تتبنى مثلا مدرسة في مخيمات اللاجئين الإريتريين. نعم. مثلا بعض الأسر نعرفها بأسمائها، تجد أنه والله عندهم اهتمام بمدرسة في منطقة والشريفي مثلا، منطقة عبودة، منطقة المخيمات الشقراب مثلا. فهذا النوع إنه والله أنت أن تهتم سياسيا وأن تهتم كذلك قانونيا، وأن يكون عندك اهتمام بالتعليم والمساهمة في التعليم في هذه القضايا، هذه كلها من الأمور التي تساعد. أيضا من الأشياء التي تساعد في إنه مثلا الآن مثل شبكة السلام ومثل رابطة علماء إريتريا، هذه من الجهات التي مثلا تعمل في المجال الإريتري وتنشط فيه، أن تربط الأبناء أيضا بمتابعة هذه المؤسسات والمساهمة معها والوقوف معها والاشتراك في مناشطها. كل ذلك يساهم بصورة أو أخرى في مسألة إيه؟ في مسألة الانتماء للوطن والمساهمة فيه بشكل إيجابي. وأنا أعتقد الحالة الإريترية ستحتاج بشكل كبير إلى النظر في إعادة التموضع إن صح التعبير، في أنه أنت اليوم المنطقة تتشكل بشكل خطير جدا وفيها كثير من يعني ربما لا تدري هل ستستمر الخرائط على ما هي عليه أم أنها ستتغير. فأنت كإنسان على كل منتمي إلى هذه المنطقة لابد أن تكون فاعل وحاضر في المشهد، وألا تنتظر والله ماذا يصنع بك، يجب أن تكون مساهم في صناعة المستقبل إن شاء الله للأجيال القادمة. جميل جدا. حقيقة الموضوع يعني ذو شجون ويتشعب، وكما تفضل فضيلة الدكتور أنه حقيقة مطلوب من الإريتري أين كان أن تكون حقيقة
صلته بهذا الوطن حاضرة في مختلف ما يعني يمكن أن يؤثر به، ويمكن أن حقيقة يفعل قضية أن يخدم هذا الوطن سواء سياسيا أو كذلك تعليميا أو إعلاميا أو حتى اجتماعيا. يمكن لمجموعة يعني حتى داخل الوطن قد تكون هنالك فرص لبناء مثلا مدرسة، لبناء مسجد، لمشروع مثلا أيا كان. كل أهل قطر وكل أهل قرية وكل أهل مدينة بقدر ما يتآزرون ويحدثون فعلا إيجابيا في خدمة يعني هذا البلد، فلا شك هذا مما يعزز الهوية ومما يربط الأجيال أيضا بخدمة الوطن. الموضوع يحتاج إلى مزيد حقيقة من التناول وروح التجديد والعطاء وربط يعني ما يقوي هذه الهوية. هذه إشارات في جانب الإعلام، لعل كذلك تكون فيها هناك يعني اهتمام من الإعلاميين أينما كانوا بمختلف الوسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، وأن دائما يجعل أبناء هذا الوطن حاضرين في يعني خدمته وفي التمسك به، وفي أن تبقى قضايا الوطن وقضايا الهوية وقضايا الانتماء وحب هذا الوطن حاضر في الكبار والصغار، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل